عندك زوج حبات بيض وحبيتي ديري حاجة خفيفة ظريفة بدون شوكولا كيما راكم تشوفوا. هاد الكيك اليومي رائع غير بزوج حبات بيض فقط. هاد الكيكة راح تعتمدوها، على بالي راح تولي معتمدة عندكم. وبما انه رانا مع السخانه والصيف، على بالي ما تحبوش تطولوا في الكوزينه، تحوسوا على حاجه خفيفه ظريفه للقهوه، ولا تحبوا تدوها معكم لي بيكنيك ولا البحر. شوفوا تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير، على بالي رايحين توليو معتمدينها. وهذا الكيك اليومي اكثر من رائع. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير، خلوا لي هذاك الجام والتعليق الجميل كيما نتوما. نبداو على بركه الله مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله نبداو. هنا عندي زوج حبات بيض، درجة حرارة الغرفة، عندي كيس فانيليا، عندي كاس ناقص اصبع تاع السكر. هذا الكاس اللي كيلت به البنات ماهوش تاع 250 مليلتر، يعني راح نكيلو به المكونات كامل. هذا الكاس راه يرفد 150 مليلتر، يعني ناكد ونعاود يرفد 150 مليلتر تاع السوائل كما نقولوا. هنا عندي زدت ايضا بعد ما ضربت هكا بالباتور. نتوما تقدروا تضربوا بالفوي، كما تقدروا تضربوا بالخلاط الكهربائي ولا بال عفوا ولا بالفوي، يعني واش عندكم في الدار. هنا حطيت حوالي كاس تاع زيت نباتي. بعد ما ضربت زيد له ايضا كاس تاع حليب. هنا الحليب للامانه لازم يكون دافي، لانه هو اللي راح يعطينا الهشاشه والخفه لهذا الكيك تاعنا. راني ناكد ونعاود، الا عندكم كاس تاع حليب لازم تدفوه على الاقل كي تحطوا صباعتكم في هذاك الحليب. تكون يعني عفوا هذيك درجه الحراره تقدروا تحملوها. ضربوا مليح المكونات كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. شوفوا البنات، انا السكر ما حطيتش كاس معمر، نتوما تقدروا تحطوا كاس معمر تاع السكر. راح نقول لكم علاش نقصت هذاك الاصبع، لانه شوكو هذا اللي راح نستعملوا الكاكاو فيه السكر، هذا اللي يديروه في الحليب حوالي ملعقه ونصف تاع شوكو هذا اللي يحطوه في الحليب. كما على بالكم راه يجي مخلط بالاخر، يجي فيه كميه تاع السكر. لهذا نقصت هذاك الاصبع من السكر. الا ما عندكمش يعني عندكم الكاكاو عادي، تقدروا مباشره تحطوا كاس معمر تاع الاخر تاع السكر. وهنا كي تجيو تحطوا الكاكاو، انا علاش نحطو في المرحله هذه؟ لاني بغيت نتحصل على كما نقولوا حنا على قوام كريمي، لانه كما قلت لكم الكاكاو هذاك فيه نسبه تاع السكر. هذا مكان. بالنسبه للكيس تاع الفرينه، عندي هنا الكيل عفوا تاع الفرينه نفس الكاس اللي كيلت به. عندي زوج كيسان فرينه مع زوج اكياس خميره حلويات. لازم كل كيس عنده يعني يوزن 10 غرام. لازم البنات ماشي واحد برك، واحد ما راحش يعطيكم يعني الخفه هذيك اللي تحوسوا عليها. هنا واش درت يا البنات؟ غربلت. اكيد لازم تغربلوا الفرينه تاعكم، لانه هي اللي راح تعطيكم هذا القوام. شوفوا هذا الكيك واش نقول لكم، على قد ما نشكر لكم فيه صدقوني راحين توليو معتمدين. بما انه يعني رانا في الوقت هذا راهم الحفله، كاين اللي يديروا حفلات هكا في المدرسه، تقدروا ديروه لولادكم، ديروه قطع هكا صغيره، ولا ديروه مثلا في لي هذوك لي مول هكا تاع لي مادلان صغار، وتقدروا يعني تمدوه لولادكم يدوه معاهم للحفله. هذه فقط يعني حبيت نفيدكم بها. كما تقدروا ديروه تحبوا تروحوا هكا ضياف ولا ديروه القهوه تاع العشيه ولا تاع الصباح. صدقوني راهو في 5 دقائق يكون واجد. انا هنا حطيت كما شفتوني حوالي كاس الاول حطيته مع هذاك زوج اكياس تاع الخميره. ضربت الخليط تاعي مليح وزدت الكيس الثاني، الكاس عفوا الثاني. الكاس اكيد راح يكون معمر بومبي كما راكم تشوفوا ممسوح، يعني معمر وممسوح. هنا راك الصينيه تاعي ولا البلاطو تاعكم تدهنتو بالزيت، اكيد الفرن راه يسخن. هنا البلاطو تاعي 28 على 22. هاني يعني انا ما نسيتش المره هذه، خاطش ديما هكا ما نمدلكمش الطول والعرض تاع البلاطو. فرغت الكيك تاعي كما راكم تشوفوا قوام. هذا هو القوام المطلوب. هذا القوام راح يعطيكم واحد الخفه للكيك. هنا ضربوا البلاطو تاعكم وندخلوه مباشره باش نخرجوا له هذوك الفقاعات تاع الهواء، ويجينا كما نقولوا حنا سمك واحد. هنا كما راكم تشوفوا بالنسبه لهذيك الكريمه عندي ملعقتين ونصف سكر، عندي زوج كيسان تاع 150 مليلتر تاع حليب، عندي 3 ملاعق كاكاو، وعندي ملعقه كبيره تاع فرينه يعني معمره مليح. هنا نخلط المكونات مليح. بالنسبه قلت لكم يعني الكاس هذا نفس الكاس اللي كيلت به، يعني 150 مليلتر، يعني حوالي 300 مليلتر تاع حليب. كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه نخلط كل شيء بارد في بارد ونحطوه على النار. هنا ما راحش نستعمل الزبده، راح نتحصلوا على قوام كريمي. هنا بعد ما يعني كم تشوفوا هذا القوام المطلوب، راح نطفي عليه ونزيد له علبه تاع ياغورت دانون ولا ياغورت شوكولا. المهم هنا راني زدتها البنات للامانه، سمحوا لي زدتها سما كما طفيت وحسبت بلي الكاميرا راها تصور، سمحوا لي. لكن هنا زيدوا حوالي
علبه تاع ياغورت عادي، ياغورت شوكولا، تكون ذوق شوكولا ولا كراميل، ميم كراميل يعطيكم واحد الذوق روعه. شوفوا ما شاء الله هذا الكاكاو اللي شريته يعني هو دوريجين حلو، تقولوا راكم تاكلوا في الشوكولا. شوفوا ما شاء الله هذا القوام كيفاش. في الاخير زدت له حوالي ملعقتين تاع قهوه. دوك نقول لكم هذوك الملعقتين تاع قهوه واش يمدوا للكيك تاعنا. شوفوا هنا الكيك تاعنا بعد ما خرجته وبرد لي، شوفوا ما شاء الله كيفاش جا طالع، جا خفيف ما شاء الله. هنا للامانه طيبته في فرن السعاده، يعني ماهوش فرن فونتيلي. اللي ما يعرفوش هكا يطيبوا في الفرن فونتيلي، عفوا فرن السعاده ولا الكويزينير باش يجيكم هذاك الكيك خفيف. شوفوا شعلوا قبل بربع ساعه هكاك الفرن تاعكم يسخن، من بعد نقصوا النار. شوفوا اللي تشعلها النار من التحت، يعني شعلوا النار كما نقولوا من التحت، خلوه يسخن مليح. من بعد كي تدخلوا الكيك تاعكم نقصوا النار باش هكا تحصلوا على كما نقولوا حنا يطيب لكم من تحت. ومن بعد زيدوا كملوا له كي تشوفوا يعني هكا الكيك تاعكم طاب من تحت، زيدوا كملوا له من الفوق. شوفوا تعطيكم واحد النتيجه روعه. هنا بعد ما شربت الكيك تاعي بالشوكولا هذيك، شوفوا هذيك الملعقتين تاع القهوه اللي قلت لكم عليها، هادوك واش يمدوا لنا للكيك، يعني يمدوا له واحد الطراوه والهشاشه اكثر، وكانكم يعني شربتوه بالسيرو ولا شربتوه بكشمه صوص هكا خفيفه. علاش تزيدوا هذيك القهوه في الاخير؟ لانه هكاك في الاخير تمد لكم نتيجه احسن وافضل، يعني وكانه الكيك تاعكم مشرب. شوفوا بعد ما هكا حكم لي روحو وشد لي روحو، يعني برد لي شويه. بالنسبه للتزيين اختياري، تقدروا تخلوه مباشره تقدروا تاكلوه عادي. انا هنا فقط كان عندي شويه غوفريط هكا مرحي، عندي شويه نواه كوكو، ديكور فقط تخفيف هكا كما نقولوا حنا العين تاكل قبل الفم. شوفوا وجيكم واحد الكيكي سورتو الا كان يعني خليتوه يبات ليله كامله، ولا خليتوه يعني يشرب لكم هكاك واحد ساعتين ولا ثلاثه بواه تستهلكوه. شوفوا يعطيكم واحد البنه روعه روعه روعه. كما تقدروا ثاني شوفوا المول، تقدروا حتى في المول تاع الموسكوتشو ثاني كيف يعطيكم واحد الخفه ما نحكيش. نتمنى يا ربي تجربوه ويعجبكم وتخلوا لي آرائكم تعليقاتكم. صدقوني ما ياخذش وقت طويل، وعلى بالي هاد المكونات كامل يعني عندكم في الدار. سورتو البيض كما تعرفوا الكيك يعني اللي يكون فيه كميه تاع البيض بزاف يجي خفيف بزاف، لكن بهذه الطريقه صدقوني اذا جربتوه راح تولوا ديما ديروا الكيك تاع 2 حبات بيض فقط. هذا ما كان. هنا راني نقسم معكم يعني بعد ما خليته حوالي ساعه هكاك برد لي، حطيته يعني في الثلاجه. حبيت هكا نوري لكم كيفاش يجي من الداخل الاسفنجي وقطني. قلت لكم يعني خلوه يبات احسن واحسن ولا يقعد لكم هكا مده. شوفوا لي مورسو ما شاء الله راهم كبار، يعني الكاميرا ماهيش تبين مليح بصح لي مورسو هادو يا البنات راهم كبار بزاف. شوفوا نقسم معكم وتشوفوا هذيك الخفه والطراوه تاع هذاك الكيك. نتمنى يا ربي تجربوا الوصفه تاع اليوم وتعجبكم وتنال رضاكم، ولما لا تخلوا لي ارائكم تعليقاتكم، ولي جام بيان سور طبقتوا الوصفه. نتمنى انكم ترسلوها لي عبر يعني الصفحه تاع الفيسبوك بنفس اسم القناة. ان شاء الله يا ربي نتشرف بكم كامل وتكونوا منورين القناة ومنورين الصفحة بيان سور. في الاخر معلي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم مع وصفات اخرى ان شاء الله. في امان الله.